والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأكرم النبيين سيدنا محمد السيد الكريم صلى الله عليه وسلم. قالوا سبحانك اللهم بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق عليه من الأربعة المعروفة في السنة لأنها عمدة الحديث، يعني حديث معول عليه، يعني ليس كغيره من الأحاديث. الأحاديث الأربعة عند أهل السنة عمدة الحديث. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم آلاف مؤلفة لا حصر لها ولا عدد لها، أهل السنة انتقلوا من العدد الكبير 4 وسموهم عمدة الحديث، وباقي السنة تبع لهذه العمد، فده حديث عمدة السنة. اتق الله حيثما كنت، احفظ، اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. عبارة عن 3 جمل، كل جملة منها فيها ما يكفي من الوعظ والإرشاد. هذا حديث. والحديث الثاني من العمد، من أحاديث العمد، من العمد الأربعة. الأحاديث الثاني: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. ارشدني ودلني على عمل إذا عملت هذا العمل أحبني الله وأحبني الناس، أحوز رضا الله وأحوز رضا الناس. دلني، ارشدني، علمني. قال له صلى الله عليه وسلم: اجهد في الدنيا يحبك الله، واجهد فيما في أيدي الناس تحبك الناس. هذه الثاني. الحديث الثالث:
لفظ قليل جدا لكن معناه لا ينتهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. العمدة الثالث ده: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما لا يعنيه. بالتالي الحديث الرابع اللي هو في أول كتب السنة، البخاري ومسلم وكتب السنة، أولها هذا الحديث المشهور المعروف، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. متفق عليه. هذه الأحاديث الأربعة وقد سماها أهل السنة عمدة الحديث. فهذا الحديث الذي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. امتثل أمر الله واجتنب نهي الله حيثما كنت. احفظ وصية الله، احفظ دين الله، خف من الله، احذر عقاب الله حيثما كنت. يعني في أي زمان كنت أو في أي مكان كنت أو على أي حالة كنت، اتق الله حيثما كنت. خد بالك من اللفظ الكريم الغالي وشوف شكله ايه وقيمته ايه. تجد المرهم على الجروح يطفي لها بالجروح. اتق الله، راكب وخف منه واحذره حيثما كنت. امتثل امره، اجتنب نهيه حيثما كنت. زعلان، اتق الله حيثما كنت. راضي، اتق الله حيثما كنت. في بلد بعيدة عن بلدي، اتق الله حيثما كنت. في عمل كذا 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 كذا، اتق الله حيثما كنت. مريض، اتق الله حيثما كنت. صحيح، اتق الله حيثما كنت. مع نفسك، مع غيرك، مع ايه لا تنس تقوى الله سبحانه وتعالى حيثما كنت. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني من كل ضيق، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويديه رزق مش على باله ولا على خاطره، مش في سعيه، مش في نيته، مش في قصده. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافيه من كل حاجاته ومن كل ملتزماته. هذه الآية. والثاني في نفس السورة: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
تتيسر الأمور من أمره، من شأنه، من أحواله، من أوقاته، من حالاته، من مشتهياته. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. في نفس السورة أيضا: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إن الله مع الذين اتقوا. يا سلام، اللهم صل على النبي. مع الذين اتقوا. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. إن للمتقين مفازا، يعني مكانا فيه الفوز والسعادة. حدائق وأعنابا، جناين وأعناب. أعناب مجموعة الثمار، مجموعة الثمر. وكواعب أترابا، حور عين مكعبين، الطول يناسب العرض والعرض يناسب الطول. أترابا أحبابا لأزواجهن أمثالا. وكأسا دهاقا، كؤوس مليانة من مشروبات الجنة. المتقون أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم في الدنيا. جعل الله لهم مشيئة وفتح لهم أبواب الطلب وقال لهم اطلبوا واللي انتوا عاوزينه خذوه. ده وحي ده. هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم. بركات الله وكرامات الله وعطيات الله وحسنات الله. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: عبدي أطعني أجعلك ربانيا تقول للشيء كن فيكون. ويقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: عبدي أطعني ولا تعلمني بما يصلح لك. ما تقوليش أنا طبيعي هصلح لك الأمور طبيعي، أنا هعدل لك الأمور طبيعي. ما تقوليش أطعني. ويقول سبحانه أيضا: لو أن عبيدي أطاعوني، يا ليتهم أطاعوني، لو أن عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل. أنزل عليهم المطر بالليل وهم نايمين ونحسنين ومرتاحين، وأطلعت عليهم الشمس بالنهار عشان ينتفعوا بها لما يصحوا، ولم أسمعهم صوت الرعد. الرعد القاصف ده اللي بنعمل دوج وبرق يبرق ويعمل ازعاج وخوف، ما خليهمش يسمعوا ولا يشوفوا ابدا حاجه تزعجهم ولا تخوفهم ابدا. لو انهم اطاعوا. ويقول سبحانه في كتابه المحكم:
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، لو أن أهل البلاد آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أفتح عليهم بركات السماء وبركات الأرض وبكل أسف، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، القرآن يعني، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أوكلهم نقتلهم من فوق وطلع لهم من تحت. الجاهل يقول يعني هينصر الله، ما ينصر؟ ما هو مطر كله ده وكلها رحمة وإحسان، ما العبد إيه؟ ما هو كله فضل من حركات العبد وسكنات العبد وقوة العبد وإرادة العبد وبصر العبد وكلام، ما هو كله الله. اتق الله حيثما كنت، دي فقط. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أنا مؤكد البس، اخلع ثياب الكسل وثياب المعاصي وثياب الشهوات، البس ثياب التقوى. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ده لابس دوق، ده لابس قطان، ده لابس شاهي، تقول عريان أو عريان. ما دام مش لابس التقوى، ما دام مش يصلي، ما دام عم ياكل حرام، ما دام مش يذاكر، ما دام مش يصوم رمضان، يبقى ده عريان عريان عريان. الدنيا عريان ازاي؟ إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه. أحسن لباس، يا سلام، تفصيل مين ده؟ تفصيل المولى عز وجل. الطاعات من فصلها تفصيل المولى عز وجل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحان الله العظيم. ولا خير في من كان لله عاصيا. وأول الدنيا واخذها ايه؟ ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. اتق الله حيثما كنت. هل انت ترد الباب عشان ما يشوفكش؟ كلا. هل انت هتوطي حسك عشان ما يسمعك شيء؟ كلا. اذن يبقى هو وهو معكم حيثما كنتم مراقبك في العملية وشايفك، وكفى بالله شهيد، وكفى بالله حسيبا، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. هو شايفك وانت ما تعمل العملية في المعصية وفي الذنب. طيب انت هتغير عنه ازاي؟ يحول بين المرء وقلبه
طيب فنبضها منه ازاي؟ او نرد الباب ما شفناش ازاي؟ او نوضح حس ان ما سمعناش ازاي سبحانه وتعالى. اذا يبقى التقوى هي السلاح الاقوى، سلاح نجاة، طريق السلامة، طريق السعادة مع السلامة، ذهابا وإيابا، من معاك، من أنيسك الله، ونعم الأنيس. لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقتني عوضي. هو تعوض بمين؟ هو كل حاجة غيره تتعوض، إنما هو مين يعوضه؟ رضاه ولحظاته ورحماته وبكاء وبركاته ونعمه ولطفه وفرجه وكرمه. طيب مين يعوض؟ كل حاجة تتعوض، إنما هو فيقول لي مين يعوض؟ تعوض بيه هو. اتق الله حيثما كنت. الأبعد تقول له صلي وبعدين يمادح يقول له صلي عليه، كفر صريح هذه الكلمة. صوم الأبعد يقول لك أصوم عليه، كفر صريح هذه الكلمة، لأن دي حاجات مفروضة على الإنسان فرضا محتما لازما لابد منه على أي حالة كان، خصوصا الصلوات في أوقاتها. جايز الزكاة ده بظروفه، يعني مش كلنا نزكي، لا اللي عنده النصاب يزكي. الصيام كمان مش في كل الأيام، لا ده كل 12 شهر شهر. الحج كمان ده على المستطيع، إنما اللي ما يستطيعش معاك طبيعي. إنما الصلاة فقير غني قادر عاجز عيان بصحتك غايب حاضر، ما فيش أبدا عذر للصلاة تحت السماء لنجعل الله لها عذرا لتركها، ما فيش أبدا. الحائض مدة الحيض ما تصليش، يبقى ترك الصلاة الأبعد مشتبه بالحائض. النفساء والدة ما تصليش والدم نزل عليها، يبقى البعيد ترك الصلاة زي المرأة الوالدة، شبيه بالمرأة الوالدة. مجنون عقله راح معلش صلاة، عقله راح لا يعرف ظهر ولا عصر ولا يوم ولا ليل ولا يتوضا ولا كذا، عقله راح والعياذ بالله. هذه كمان عذر، إذا أخذ معها بأسقط ما وجد. فيش عذر ثاني فيه إيه؟ الموت عندما ماتت رفعت عن مستكرف، فيش أعذار ثاني. كيف هتنسى؟ تحت السنة ما فيش لترك الصلاة. ايه الاعذار الثاني؟ مش فاضي وراها اشغال، عم يشتغل عن فلان ما صلحلوش صاحب الشغل، لا 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 لا، ده كلام تركه اولى. والا فهي محتمة على الانسان لازمة له. ما فيش مية يتوضا يتيمم، طيب مش مستطيع يتحرك لا يتوضا ولا يتيمم، يصلي من الغروب من القيام. مش قادر يحط جبهته بالارض، يصلي بالإماء فقط كيوم إماء. مش مستقر يقف يستند على حاجة وهو مش مستقر يجلس مستقل، يجلس مستند، ينام على الظهر على الجنب الأيمن على الجنب الأيسر، يصلي بعينيه فتحهم مدى القيام، يغمض شوية يبقى الركوع، يرفع ثاني يبقى رفع من الركوع، يغمض خالص يبقى السجود.
محمد قادر بعدين بعقله بفكره بخياله يخيل بجسمه انه صلى وقد ادى الفرض، وبعد ما ربنا يديه الصحه لا يعيد هذه الصلاه فقد صحت احسن من العمل فليه صحت. اذن ما فيش اي عذر تحت الجمل. اتق الله حيثما كنت. ما فيش حاجة تغيرك ابدا. عندنا جنازة، اتق الله حيثما كنت. طيب احنا دلوقتي قاعدين في المنبر ولا قاعدين في الصوان وتيجي الناس مثل الجنازة يقولوا راحوا يصلوا، ما يبقاش عيد. والله ان كنتم معتبرين الصلاة عيد يبقى البعض كفار مش جريانين، يبقوا كفار مش جريانين بانهم كفار، يبقى هم مسلمين صورة فقط. إذا اعتبرنا بأن الصلاة عيب وتوجهنا إلى المسجد عيب وإجابتنا لدعوة الله عز وجل عيب، يبقى ده بقى كلام تاني. هذه جملة مفيدة. اتق الله حيثما كنت. إن المتقين في جنات وعيون لا آخر لها. إن المتقين في مقام أمين لا عدد لها. إن المتقين في جنات ونعيم ده موضوع ملوش آخر، وأساسها التقوى، وأول التقوى وآخر التقوى امتثال ما أمر الله واجتناب ما نهى الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأن ينجح أعمالنا وأعمالكم ويقضي عنا وعنكم بين الدنيا وبين الآخرة. اللهم إنا تبنا وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على أننا لا نعود إلى معصية أبدا. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.